مستشارة أمريكية سابقة: صمود التطبيع رغم تطورات حرب غزة أمر مدهش. في ظل استمرار التساؤلات حول مستقبل العلاقات الإسرائيلية مع دول العرب، خاصة الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، أشار تقرير حديث صادر عن معهد لوي، مركز أبحاث أسترالي، إلى أن الحرب في غزة لم تؤثر بشكل كبير على التطبيع، وأن العلاقات العربية الإسرائيلية تظل سليمة رغم الانتقادات. وفي تحليلها للوضع، أوضحت ليديا خليل، كاتبة سياسية ومستشارة سابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كالمغرب ومصر والأردن والإمارات والبحرين تتعرض لضغوط شعبية لقطع هذه العلاقات بسبب الأحداث في غزة، لكنها لا تزال تستمر. وأشار التقرير إلى أن هناك توافقا بين بعض الدول العربية وإسرائيل في رفضها للتيارات الإسلامية المتشددة، وأن حماس وجماعات أخرى تشكل تهديدا مشتركا. وأضاف أن المخاوف الأمنية المشتركة مثل تهديد إيران تشكل عاملا إضافيا للاستمرار التعاون. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية، أكدت المصادر أن الوعود والفوائد الاستراتيجية والاقتصادية التي جلبتها اتفاقية أبراهام لا تريد الدول الموقعة عليها التخلي عنها، وركزت على أهمية هذه الاتفاقيات في تحقيق الأمان والاستقرار والازدهار في المنطقة. بهذا يظهر أن الضغوط الشعبية والانتقادات لا تزال قائمة، ولكن التحالفات الأمنية والاقتصادية تظل دافعا للاستمرار في العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وخلصت ليديا خليل إلى أن أحد أهداف الهجوم التي شنته حماس هو تعطيل عملية التطبيع وإعادة تنظيم الدبلوماسية والأمن في الشرق الأوسط، أي استهداف الجهود المبذولة لتشكيل تحالفات إقليمية جديدة يمكن أن تهدد تطلعات الفلسطينيين وطموحات طهران الداعم الرئيسي للحركة. وفي هذا الصدد، أشارت الباحثة إلى أن حماس نجحت بالتأكيد في رمي الرمال في التروس، ولكن في الوقت الحالي تفوق الفوائد المترتبة عن إعادة التنظيم المستمر في المنطقة، معارضة الحكومات العربية لملاحقة إسرائيل على حملتها العسكرية. تشير الكاتبة إلى أن بعض الدول تتقاسم وجهة النظر مشتركة مع إسرائيل بشأن التهديدات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الإيرانية. يشدد على أن وجود تهديد إيران يشكل قلقا مشتركا بين الدول العربية السنية وإسرائيل، مما يجعلها تتبنى مواقفا مشابهة لمواجهة هذا التحدي. وفي النهاية، يتضح من التقرير أن العوامل الأمنية والاقتصادية تظل محفزات قوية للاستمرار في التعاون بين الدول العربية وإسرائيل. حتى في ظل هذه التوترات الإقليمية والانتقادات الداخلية، يظهر التحليل الشامل للعلاقات بين هذه الدول أهمية تحقيق التوازن بين الضغوط الداخلية والمصلحة الوطنية والإقليمية.